المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية في جميع أنحاء البلاد. فرع الكونفدرالية في جنوب البحر الأحمر يناقش السير تنفيذ برامج 2024. افتتاح السد الذي تم تشييده في منطقة عدة أخلاء بمدينة قلوج. بإشراف كيم بيونغ يانغ تتدرب على شن هجوم نووي مضاد. بريطانيا ترفع ميزانية نفقاتها الدفاعية. والفيضانات تخفي معالم مقاطعة في الصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت اليوم 24 من أبريل الحملة الوطنية للتطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية وكذا توزيع فيتامين A في جميع أنحاء البلاد. وتم إطلاق الحملة رسميا في حفل أقيم في مستشفى غودايف العمومي بالإقليم الأوسط. وسوف تشهد الحملة الوطنية التي تمتد من ما بين 24 إلى 28 من أبريل تطعيم أكثر من نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات وتوزيع فيتامين ألف. ولتحقيق هذه الحملة قامت وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل بنشر حوالي 4200 من الموارد البشرية في 67 مديرية. إن الحملة التي تقدم بأسلوبين ستقوم بتحديد وتطعيم أولئك الذين لم يتم تطعيمهم في الحملة السابقة في 25 مديرية التي لا تجد صعوبة للوصول إلى تغطية التطعيم المنتظمة فيها، وكذا التطعيم الشامل المستهدف للأطفال في 22 مديرية التي توجد صعوبة للوصول إليها. الهدف من هذه الحملة هو منع خطر الدرن والحصبة الألمانية العابرة للحدود، بالإضافة إلى زيادة تغطية برنامج التطعيم الروتيني عن طريق تطعيم أولئك الذين لم يبدأوا أو فاتهم التطعيم، وكذلك نقل أمراض الدرن والحصبة الألمانية في إريتريا من السيطرة إلى القضاء عليها، فضلا عن تأمين عملية توزيع فيتامين ألف لتعزيز مناعة الأطفال. وتتضمن الحفلة أيضا تحديد الأطفال غير المحصنين في المناطق النائية التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة وتحديد مواعيد زيارات منتظمة. وفي الوقت نفسه أقيمت مسابقة للمعلومات العامة في أسمر يوم 23 من أبريل كجزء من الحملة. ويوجد 14 لقاحا متاحا في إريتريا، وقد وصلت التغطية الوطنية إلى 98% وفقا لوزارة الصحة. عقد فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا مع ممثلي النقابات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ خطط عام 2024. وخلال اللقاء الذي جرى في عصبة، أطلع رئيس الفرع السيد حسين خالد على البرامج التي تم تنفيذها حتى الآن والجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين والدورات التدريبية لتعزيز قدرات وكفاءة الموظفين. كما حث السيد حسين على تعزيز دور مسؤولي النقابات لخلق بيئة عمل مواتية. من ناحية أخرى، ناقش ضابط مكافحة الجريمة بالإقليم الرائد كبرام نجدة مع أصحاب وموظفي مقدمي الخدمات والمحلات التجارية التعريف القانوني للجريمة ومسؤولية الشرطة في منع الجريمة وكذا أهمية دور المواطنين. وحث الرائد كبرام أصحاب الأعمال على المشاركة الفاعلة في منع الجريمة. وفي الختام، ذكر نائب مدير مديرية عصبة السيد برهان كيداني الهدف من المحاضرات التي تنظمها الشرطة للمواطنين بشكل عام ولأصحاب وموظفي مقدمي الخدمات بشكل خاص هو تأمين السلام والأمن للمواطنين والبلاد، حثنا المشاركين على اتباع الإجراءات القانونية. تم في 18 من أبريل افتتاح السد الذي تم إنشاؤه في منطقة عدة أخلاء بمدينة قلوج بالتعاون مع إدارة إقليم الكاشبركة والفرقة العسكرية الأربعين. وقال مدير المديرية السيد سيزر ميكائيل خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إن السد هو استمرار لأعمال البناء الجارية بالتعاون بين المواطنين وقوات الدفاع، بما في ذلك بناء السدود ومعالجة الآبار والتشجير وغيرها.
مشيرا إلى أن ذلك سيخفف من مشكلة مياه الشرب في المنطقة. وقال قائد الفرقة العسكرية الأربعين المقدم تسفاسيون تخلاب إن عناصر الوحدة قاموا ببناء السد بارتفاع 8 أمتار وسعة تزيد عن 110 آلاف متر مكعب من المياه في أقل من شهرين، مؤكدا جاهزيتهم للمساهمة بقوة في كافة البرامج الوطنية. وقال السيد إدريس أحمد مسؤول التنمية الاقتصادية بإدارة مديرية قلوج إن السد يقع بين مناطق أميلو وبأياي وعد تخلاي، معربا عن إيمانه الراسخ بأن السد وإضافة إلى تقديم خدمات الشرب والسقي للمواطنين والماشية يساهم أيضا في إثراء التنوع الأحيائي. وقد ساهم سكان منطقة عشقالة في جمع الحجارة وتنظيف الطرق وغيرها من الأنشطة التنموية عبر النفير الجماهيري وفقا لوكالة الأنباء الإريترية إرينا. وفي الختام تم تقديم جائزة تشجيعية للواء 11 لمشاركته الفاعلة في البناء. شهدت مديرية تسني حصول 22 طالبا من بينهم 11 طالبة أحرزوا درجات عالية في الامتحان الوطني للصف الثامن في العام الدراسي 2022-2023 جوائز تنفيذها. وقال رئيس فرع الشباب في المديرية السيد ملس قبريسوس في الحفل الذي أقيم بمناسبة أسبوع التنظيمات الشبابية في المديرية الذي نظم في الفترة من 18 إلى 20 من أبريل، قال إن جوائز تنفيذ السنوية ظلت تعزز معنويات الطلاب وتلهم المنافسة الشريفة والمقدسة لدى الآخرين. وقال رئيس مكتب التعليم في المديرية السيد صرافي كفلقرقيش إن نجاح الطلاب هو نتيجة العمل الجاد والتشجيع وحث الطلاب على الاستفادة من الفرص التعليمية الواسعة المتاحة لهم. وقال الرئيس المؤقت للشباب في إقليم القشبركة السيد ماريقوس غرماسيون إن العديد من الطلاب تم تشجيعهم منذ إطلاق جوائز تنفيذها في العام 2014، مشيرا إلى أن الفائزين هذا العام هم 86 طالبا بينهم 33 طالبا. وفي كلمته الختامية أكد مدير مديرية تسني السيد سيون جابريسوس على أهمية المشاركة العالية والمتكاملة للهيئات الحكومية والمجتمع لتدريب شباب مثاليين ومنافسين. وأفاد مراسل إرينا عن توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الأسبوع الذي نظم تحت شعار تنظيم قوي طاقة لمعجزة التنمية. تم تخريج 173 شابا حصلوا على التدريب في مختلف المهن لمدة 3 أشهر في مديرية ابن حيلي. وقال الشاب شويت والداي رئيس الشباب في المديرية أن التدريب شمل تكنولوجيا الكمبيوتر والجرافيكس وتربية الدواجن والنحل والرقص. وحث رئيس الشباب في الإقليم الجنوبي السيد قرماي جابرو المتدربين على إحداث تغيير في أنفسهم والمساهمة في التأثير على أقرانهم. وحثت مديرة المديرية بالإنابة السيدة ترحاس فقادو على تعزيز دور جميع الجهات المعنية لأن التدريب جزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الأكاديمية والمهنية. يقوم سكان 22 ضاحية في مدينة الدخالة بتسيير أنشطة حماية التربة والمياه بإشراف خبراء الزراعة. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه السيد ولد ميكائيل في السهية أن البرنامج المنفذ في الأراضي الزراعية والمراعي منذ الشهر المنصرم يسهم بفعالية في استقرار البيئة وتنمية الغابات. من جهته قال ممثل مكتب الزراعة في المديرية السيد مهرة آب سبلو أن العمل الجاري بقوة لإصلاح مساقط المياه وتمهيد الحقول الزراعية بالعمل 3 أيام في الأسبوع ساهم حتى الآن في إنجاز أعمال مدرجات حجرية زراعية في 675 هكتارا و214 مدرجات ترابية زراعية وحواجز مائية في 100 هكتار. وأكد المشاركون جاهزيتهم لمواصلة العمل بقوة مدركين أهمية تلك الأعمال خاصة الأعمال المماثلة المنجزة في السابق. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مع الصعيد العالمي. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون على مناورة تحاكي هجوما نوويا مضادا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وقالت الوكالة الرسمية أن المناورة جرت بمشاركة وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية
وخلالها أشاد كيم بقوة ودقة الصواريخ التي أصابت هدفها على جزيرة تقع على بعد 352 كيلومترا. وأوضحت الوكالة أن كيم أشرف على تدريب تكتيكي مشترك يحاكي هجوما نوويا مضادا، مؤكدة أن الصواريخ المجهزة برؤوس حربية نووية مقلدة أصابت هدفها على جزيرة تقع على بعد 352 كيلومترا. ونقلت الوكالة عن كيم إعرابه عن ارتياحه الكبير لنجاح هذه التدريبات. قال تقرير إن المملكة المتحدة زادت الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الدخل القومي بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن تشديد السياسة العسكرية في وقت تتزايد فيه التهديدات الأمنية عالميا. وحسب مصادر بريطانية مطلعة فإن الزيادة المتوقعة أقل طموحا مما يقول بعض المطلعين على بواطن الأمور إنها ضرورية، لكنها ستعني عشرات المليارات من الجنيهات الإضافية للقوات المسلحة على مدى السنوات الست المقبلة. وكان ريشي سوناك قال في السابق أن أي استثمار إضافي لن يحدث إلا عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك، ويبدو أن هذا التحذير جاهز للتجاوز الآن بسبب الظروف. وتأتي خطوة المملكة المتحدة في وقت تتصاعد فيه التهديدات للأمن العالمي التي تشكلها الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط والصين المتزايدة الحجم. أصدرت الحكومة الصينية 2024 أعلى مستوى من التحذير من العواصف المطيرة، فيما أجلت أكثر من 100,000 شخص مع استمرار هطول الأمطار على جنوب البلاد. وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا لسيارة جرفتها مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في مقاطعة غوانغ دونغ جنوب الصين. ومنعت السلطات في تشوينغيوان وشانغوان في غوانغ دونغ السفن من العبور عبر عدة أنهار، مع إرسال الإدارات البحرية قوات لتكون في الخدمة وتنسق ذوارق القطر وسفن الإنقاذ في حالات الطوارئ. كما أوقف المسؤولون في تشوينغيوان الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية وفقا لوسائل الإعلام المحلية. وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في مقاطعة غوانغ دونغ، مما دفع وسائل الإعلام الحكومية إلى التحذير من خطر الفيضانات الهائلة بمستوى يحدث مرة واحدة تقريبا كل قرن، وذلك بسبب العواصف المستمرة. تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه لسلسلة من الزلازل، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية أن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين. وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في 3 من أبريل، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة. بحسب وكالة فرانس بريس، ضرب الزلزال القوي الأول بقوة 5.5 درجة تايوان وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الضرن والحصبة الألمانية في جميع أنحاء البلاد. فرع الكونفدرالية في جنوب البحر الأحمر يناقش سير تنفيذ برامج 2024. افتتاح السد الذي تم تشييده في منطقة عدة خلايا بمدينة قلوج. بإشراف كيم، بيونغ يانغ تتدرب على شن هجوم نووي مضاد. بريطانيا ترفع ميزانية نفقاتها الدفاعية. والفيضانات تخفي معالم مقاطعة في الصين.
سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.